يا رب تكونوا كويسين. الحلقة دي مش صحة وتجميل، مش بشرة ولا عناية بشرة ولا الكلام ده كله. الحلقة دي للبنات، اكتر للبنات. ممكن البنات يشوفوها عشان يعملوا لها شير مع لبنات في حياتهم، مرتبطين، مخطوبين، متجوزين، ايا كان. عايزة اقولك حاجة، احنا بنسبة عالية جدا بنبقى مسؤولين عن تصرفات الراجل معانا. الراجل لو بيعملنا كويس يبقى معنى كده ان احنا كويسين وان احنا بنعامله كويس. الراجل لو بيعملنا وحش معنى كده احنا في حاجة غلط بنعملها، بنعاند بقى، بننكد، بنسمعش كلام، اي حاجة ايا كانت انتوا فاهمين في ايه. وكان طالع كده ترند بقالنا فترة ان الهرمونات بتطلع علينا وبنقعد نتنرفز وبنقعد نقول حاجات غلط كتير ونشتم ونغلط في حاجات بتحصل كده. في بعض البنات فعلا، انا متفقة مع ناس كتيرة ان في بعض البنات بتغلط كتير قوي. انا مش جاية على البنات بصراحة، بس عايزة انصح بس بعض البنات كده وتقبلوا نصيحة مني دي، يعني من واقع يعني قرايات كتير، من واقع نصايح من ناس كبيرة وفاهمة وعاقلة. وعايزة اقولك على حاجة، عايز تنجحي في حياتك ايا كانت حياتك دي ايه، عايز تنجحي في حياتك العاطفيه، عايز تنجحي في حياتك العمليه، عايز تنجحي في صحتك، خدي براي حد ناجح. شوفي مين ناجح في حياته. عايزه تنجحي في جوازتك، عايزه تنجحي في خطوبتك، عايزه تنجحي في ارتباطك، شوفي مين الشخص او الشخصه اللي هي ناجحه حواليكي وتعلمي منها وخدي منها نصايح. ما تاخديش النصيحه من حد ادهس، لان ظروفك غير ظروف غيرك، ظروف غير ظروفك برضو. نفس المعنى. ايه ده يا حماده هلال ده؟ هي نفس المعنى. فما تبصيش بقى ان طالما الشخص ده او البنت دي عملت كده مع الشخص ده، او تصرفت صح او تصرفت غلط مع الشخص ده وهو تقبل ده، يبقى هو ده هيسري على الشخص اللي معاكي. الشخص اللي معاكي اولا لازم تختاريه بعناية، وان شاء الله في فيديوهات تانية نتكلم بفضفضة وبدردشة واحنا مع بعض، يعني نروح من بعض فين. الشخص اللي معاكي لازم تختاريه بعناية. ما بقولكيش لازم تقعدي كتير عشان تختاريه، لا، لازم تمروا مع بعض بمواقف كتير علشان تعرفيه. لازم يكون انتي حاسة ان هو بمستوى كويس جدا فكريا، يكون كده شخص دماغه كويسة، شخص طبعا مهتم بشكله، بنظافته، بأناقته، بشياكته، بكل حاجة، بصحته كمان، علشان ده برضو هيرفلكت عليك. وانتي قبل كل ده كمان لازم على قد ما تقدري تطوري من نفسك. ما تبقيش حد مبهدل مش مهتم بنظافته. اسفة جدا لو بتكلم بطريقة زي كده، تقبلها مني، ما تزعلوش مني. مش مهتم بشكلها، مش مهتمة بشعرها، بهدومها، بأي حاجة، وتيجي تدوري أو تيجي تفكري في حد كراش بتاعك يكون شخص قمر زي الفل وجميل وانتي مش مهتمة بنفسك، ده طبعا مش هيبقى صح خالص. فلازم تكوني مهتمة بنفسك. وطبعا بعد ما تختاري الشخص الصح اهتمي بيه. زي ما احنا يا جماعة الاهتمام عندنا مهم، هم كمان الاهتمام عندهم مهم. مش معنى انك لازم تنفضيله عشان يحبك، لا، صباح الخير، على فكرة هو بشر برضه. هو شخص كويس اهتمامك بيه هيخليه يهتم بيكي. ولو شخص وحش لو اهتميتي بيه هيتمرع، بالعربي كده او بالمصري او بالبلدي، هيتمرع عليكي هيأذيكي او هيسيبك ويحصل حاجات غريبة غلط او وحشة. فانتي طبعا من اختيارك لازم تحددي قرارك وازاي هتتعاملي مع الشخص ده. انا بقول كلام كبير قوي، لازم هتتعاملي مع الشخص ده ازاي وهتهتمي بيه ازاي. اهتميتي بيه اهلا وسهلا. لازم تهتمي كمان بصحته، وتهتمي ان كان بعلاقاتكم ايه، تهتمي بان هو كمان يهتم بصحته. بس ما تقعديش تقدريه، يعني مش تقعدي تقولي له لا لازم تبطل سجاير، لا لازم تبطل قهوه، لا لازم ما تاكلش سكر، لا، بالراحه، بهداوه، وواحده واحده، خديه بالسياسه. انتي النص الناعم، انتي النص الرقيق، انتي النص الجميل. لازم تكوني جميله في تصرفاتك. مش معنى كده ان كل حد بيقولك كلمه تسمعيها وتبقي مذلوله، لا، انتي بقيامه. اهتمي بيه بقيمتك وبشخصيتك، ولازم تكوني عامله لنفسك كده شخصيه حلوه وانتي بتهتمي بيه. ازاي؟ اتصلت بيه، مش يا حبيبي يا عمري يا روح قلبي يا مش عارف ايه، وتفضلي طول اليوم حب في حب، او طول المكالمه حب في حب. لازم تقدري ان الشخص ده عنده شغل، لازم تقدري ان الشخص ده عنده وقت، لازم تديله مساحته. حسيتي شويه انه عايز
ما يتكلمش دلوقتي او تعبان او عايز يفصل، سيبيه يفصل، عايز يقرا، عايز يكتب، عايز يتفرج على حاجه. مش معنى كده ان القهوه الله يرحمها والصحاب والتلفزيون او الحاجه اللي هيقراها او الشغل اهم منك. هو اهم منك، ايوه عادي، الشغل اهم منك، الشغل مهم. مش معنى ان هو بيهتم بالحاجات دي يبقى هو انت مالكيش دور في حياته. ده لازم انت تساعديه وتعينيه على الحاجات دي كلها، او على المشاكل الموجوده في حياته، او على جوانب حياته. لما تحسي ان هو بيبعد شويه كده، ابعدي وشدي الفرامل بالراحه، ومش تقطعي. اوعي تقطعي، ما تقطعيش السلك، تمام؟ الا لو حسيتي ان هو فعلا مش طايق او مش قادر يتكلم دلوقتي. وفي الوقت ده لازم تشغلي نفسك وتتعلمي حاجات جميله. انزلي اعملي رياضه، انزلي تمشي، اطبخي، اقري، اتفرجي على يوتيوب، واعملي لايك، واعملي سبسكرايب، واعملي كومنت، قولي لي رايك وعايزه اتكلم في ايه. اعملي اي حاجه جميله، حطي احمر، حطي اخضر، ما تركزيش معاه. لما تلاقيه بيتجنب كده او مش عايز يتكلم او مش قادر، ما تركزيش معاه خالص. نيجي بقى عند النقطه اللي بعدها، كلامك معاه يبقى جميل، صوتك يبقى حنين كده ورقيق. اكيد صوتك مع الناس اللي انا بتكلم فيه ده اكيد مش هو صوتك مع حد اللي انت مرتبطه بيه، ده 100%. لازم صوتك يبقى جميل، بلاش بقى الدلعوش اللي احنا بنشوفه والحاجات الميعه دي، لا بلاش تبقي يعني اللي هو ايه، خليكي متوازنه. ودايما ادعي له وحفزيه على شغله. دايما اهم حاجه في حياه الراجل شغله واهله. دايما تساعديه على شغله، دايما ادعي له، دايما ما تكونيش نكد عليه في وقت شغله. دايما على قد ما تقدري تحاولي انك تخلقي له جو كويس. لو انتم متجوزين او مخطوبين، لو انتم متجوزين اهتمي باكله اللي هياكله في الشغل، اهتمي بلبسه اللي هيظهر بيه في الشغل. فكك من الغيره. واكيد اي حد في الدنيا بيشتغل مع ستات، الستات موجودين في كل حته، احنا موجودين، احنا مالين العالم اصلا، موجودين في كل حته، فطبيعي هيتعامل مع ستات. لما يكون بيتعامل مع ستات، اظهري الغيره اللي بذكاء، اللي بحنيه، مش الغيره اللي تقلب عليه وتنكد وتعمل شعوطه في البيت. حتى لو مخطوبين لازم على قد ما تقدري، حتى لو مرتبطين كمان، يعني بلاش الغيره الصعبه الاوفر اللي ممكن تخليه يفضل هو مشغول فكريا بيها، تمام؟ مش كل شويه تشكي فيه. اوعي تفكري انك تبصي في موبايله. هو لو في حاجه ربنا هيظهرها، على رأي بعض الناس، لو في حاجه وخيانه او اي حاجه غلط لا قدر الله، ربنا هيظهرها لوحده. لو ما فيش حاجه يبقى ما تقعديش تدوري وتنكشي على النكش، يعني ما تنكشيش في النكش على قد ما تقدري. قولوا لي برضه في الكومنتات المواضيع دي بتعجبكم ولا لا، بتحبوا ان انا اتكلم فيها ولا لا، عشان انا يعني اكيد حابه اعمل حاجات كتيره ومتنوعه في القناه، يعني في حاجات كتيره، تمام؟ لو زي ما انتوا لاحظتوا كده، في خروجات، في طب، في صيدله، في هندسه، في كل حاجه، تمام؟ شكلك يبقى اهم حاجه في اول حاجه في حياتك. شكلك لازم تهتمي بيه، لازم تكوني بنوته كده في لبسك وفي مظهرك وفي حاجاتك وفي حياتك وفي كل حاجه. شكلك هيبقى جميل جدا، صوتك يبقى رقيق جدا معاه. خرجتوا مع بعض، حاولي على قد ما تقدري تخلي الوقت لطيف وفرفوش، مش كله نكد. ابعدي عن النكد، صدقيني الدنيا دلوقتي احنا في 2020 اهو، ما اعرفش انتوا هتشوفوا الفيديو ده في 2020 ولا في كام، بس احنا في وقت كله ضغوطات. انت نفسك كمان في الشغل او في الدراسه بتنضغطي، احنا في وقت كله رخامه. ما تبقيش رخمه بزياده، رخمي بس بهزري، فاهمه؟ اللي هو وزني. قولي لي في الكومنتات برضو انت، او قولوا لي في الكومنتات انتوا بتتعاملوا مع الناس اللي بتحبوهم ازاي، بتحافظوا عليهم ازاي. ممكن حد يكون عنده فكره جديده. دايما على فكره خلي بالك، انت لو بنت مش وحش خالص انك تجيبي له هدايا، جيبي له هدايا في عيد ميلاده، لازم ما تنسيش عيد ميلاده. ومش لازم تعملي له بهرجه وهليله وتفضحيه في وسط اصحابه، عشان في رجاله كتير بتحب الحياه البيرسونال سبيس او الشخصيه، تحب حياتها تكون غامضه شويه، ما تحبش تبقى مفتوحه على البحري وكل حاجه ظاهره ليهم مراتاتهم او حبيباتهم. في رجاله كتير كده ولازم نحترم ده. في الفالنتين لازم تجيبي له هديه، لازم تعملي له اكل حلو على قد ما تقدري، تعلمي عشانه، النت مليان. وده اذا كنت هنا قناه بتتكلم عن المحتوى الطبي والتنميه البشريه، اذا كنت انا هنا كنت بس ساعات اتعلمت حاجات، اكلات صحيه، اعملي له اكلات جميله طعمها جميل ياخدها في شغل معاه، يعني اخلقي له جو حلو. انت بتحبي ومرتبطه ومخطوبه متجوزه علشان تسعدي الطرف الاخر. كل ما انت اسعدتيه صدقيني في رجاله كتير جدا 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 جدا، انا هفضل اقول جدا لان هنا حد يعني مش عايزه اقول البلد الله يسامحهم، جدا من هنا لبعيد خالص، تمام؟ في رجاله كتير جدا بتقدر، وفي رجاله كتير جدا محترمه،
وعلى سبيل المثال ابهاتنا، يعني هتلاقي من كتير من المتابعين نفس سننا تقريبا، الجيل بتاعنا الجيل القديم كان فيه خير كتير، بس برضو الستات برضو كانوا بيساعدوا وكانوا بيشيلوا معاهم الحمل وكانوا دايما بيدعموهم نفسيا، ومحدش منهم كان بينكد عليه ومحدش كان بيقول سترونج اندبندنت وومن، خليكي سترونج بره وومن جوه على قد ما تقدري. انت فاهمه قصدي طبعا. بحبك جدا، بحبكم كلكم جدا 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 جدا. طبعا على انستا اسالوني في الكومنتات انتوا عايزين مواضيع عن ايه، بعمل حاجات كتيره جدا جدا، ومشكوركم جدا، بشكركم قوي جدا خالص. كمان ايه الفيديو اللي كله جدا ده، بشكركم قوي جدا خالص على الدعم اللي كان موجود الفتره اللي فاتت، من سبسكرايب بقى لشير للايك، الحاجات جميله جدا جدا كله الفيديو جدا. قولوا لي في التعليقات برضو انتوا ايه احلى حاجه عملتوها للناس اللي بتحبوهم وحسيتوا ان هي بتعمل او ريفلكت او ليها تأثير إيجابي على حياتكم العاطفية. ويا رب تكونوا كلكم حياتكم العاطفية والزوجية والمخطوبين والمرتبطين حياتهم كلها جميلة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، مع السلامة.